مبروك للنادي الأهلي 3 نقاط مهمين جدًا قدّام المقاولون العرب، ولكن عندي سؤال، هو ليه كل ماتش ييجي فينا هدف؟ يعني ليه كل ماتش لازم يخش في مرمى النادي الأهلي هدف، سواء تعادل سواء فوز لازم بيخش فينا هدف؟ حاجة غريبة، ولكن عمومًا مبروك للنادي الأهلي، أداء مميز النهارده بصراحة. كان إمام عاشور هو اللي بيلاعب المقاولون العرب لوحده، بأمانة هو اللاعب اللي كان مميز، اللي كان ظاهر، اللي كان بيتحرك شمال، اللي كان بيتحرك يمين، اللي كان بيقدر يستخلص الكورة، كان خطير جدًا على مرمى المقاولون العرب. وبالتالي يعني الراجل جاب assist وسجّل هدف، وسجّل هدف ولا أحلى ولا أروع، استلم الكورة بصراحة استلامة ممتازة وشاطها في المقص، يعني جون حلو أوي، عجبني الصراحة. والassist طبعًا اللي عمله في الشوط الأول، اللي سجّل من خلاله تريزيجيه الهدف الأول للنادي الأهلي. الشوط الأول ما كانش قد كده، كان في بعض اللاعبين اللي عندهم الmiss pass في خط الوسط، كان عندك مثلًا مروان عطية بيباصي كل باصاته أو معظم باصاته مش صحيحة، وكان بيلعب لوبات أو اللي هو اللوب ده، اللي هو البالونة، البالونة اللي أصلًا كده اللاعب المصري ما عندوش كنترول أصلًا على الكورة على الأرض، يبقى هيعمل عليها كنترول وهي في الهوا لمّا تيجي تنزل له، فالموضوع كان صعب يعني. فكان في miss pass في الشوط الأول من بعض اللاعبين، منهم مروان عطية وكمان أليو ديانج. أليو ديانج في الشوط الأول كان الباص بتاعه مش حلو خالص، يعني كان عنده miss pass بنسبة 80%. ما كانش يعني أنا ما كنتش مقتنع بيه في الشوط الأول، ومروان عطية برضه ما كانش في أحسن حالاته، ولكن الشوط الأول عدّى بهدف، يعني الحمد لله إن هو عدّى بهدف من إمام عاشور. ولكن بصمة بالعمري، يوسف بالعمري في الشوط الأول بالذات في الهدف، يعني شوفوا هو لمح قاري أو شايف عاشور وهو بيجري وباصة له الكورة. بصراحة إمام عاشور برضه استخلص الكورة بطريقة ممتازة جدًا من المدافع بتاع المقاولون العرب، وبعد كده رفعها رفعة حلوة أوي لتريزيجيه اللي سجل منها الهدف الأول. عايز أقول لكم إن أحسن 2 لاعيبة بالنسبة لي هو إمام عاشور رقم 1، واللي خد أفضل لاعب في المباراة ويستحقها عن جدارة. تاني لاعب بالنسبة لي هو يوسف بالعمري العشقي اللي أنا باحبه بصراحة، باك شمال من من عايز أقول لك إيه، باك شمال دولي، باك شمال أنا باحبه بصراحة، مهاري، سريع، بيقدر يرجع عارف بيرجع إمتى، عارف بيطلع إمتى. بصراحة باك شمال ممتاز ومحترم، ومن الباكات اللي يعني نادرًا ما تلاقي باك شمال بهذه الجودة. طيب، في الشوط التاني إمام عاشور برضه استمر في تألقه، الراجل استلم الكورة استلامة حلوة جدًا، وسجل منها هدف ولا أحلى ولا أروع في السوكة، حطها في المقص، بصراحة هدف ممتاز جدًا. فيعني إمام عاشور هو اللي كان بيلاعب المقاولون العرب النهارده لوحده، كان هو اللاعب الوحيد اللي كان ليه خطورة على مرمى المقاولون العرب. هل النادي الأهلي لسه عنده مشاكل؟ طبعًا عنده مشاكل، في بعض اللاعبين لسه مش فايقين، مش في الفورمة بتاعتهم اللي إحنا متعودين عليها. النهارده إمام عاشور ظهر بالمستوى اللي إحنا مستنيينه. عايز أقول لكم الجون التالت بالعمري يا جماعة هو اللي صنع 50% من الهدف ده، assist عالمي، روعة من يوسف بالعمري، كان الواد في نُص سنتي، نُص سنتي، وقال لحسين الشحات اتفضل يا باشا، في فدّان، فدّان اجري يا باشا براحتك، اجري براحتك واركب الحصان وطير على الجون. حسين الشحات قال له: "يا باشا متشكرين أوي يا حاج يوسف." خد الكورة الراجل، وربنا طبعًا وفّقه فيها، واتوفّق فيها ودخلت جون. يعني أنا عايز أقول لكم إن يوسف بالعمري كان ليه دور كبير جدًا، وكل ماتش، كل ماتش يوسف بالعمري ليه بصمته، بصراحة أداؤه مميز وظاهر في الملعب. يعني ستايل الراجل أنا باحبه الصراحة، الراجل بيعرف يطلع إمتى، يرجع إمتى، يدافع إمتى، يعمل أوفرات إمتى، يمرقص إمتى، يباصي إمتى، لا، لا، لأ، يوسف بالعمري بصراحة باك شمال ممتاز، واللي جاب الراجل ده فعلًا شابوه وبيفهم كورة. مبروك للنادي الأهلي، واللي مفكرين إن النادي الأهلي خلاص خرج برّه التراك أو خرج برّه المسابقة بتاعة الدوري المصري يبقى غلطان، غلطان يا حبيبي.
مش معنى ان النادي الاهلي تعادل قدام زد يبقى خلاص. يعني هو كان غير موفق، الحظ ما كانش محالف النادي الاهلي، وكان خطير جدا على زد، وكور في العارضة، وكان في فرص كتيرة جدا جدا ضيعت. ولكن قدر الله ما شاء فعل، والنادي الاهلي خسر نقطتين. ولكن النهارده النادي الاهلي بيرجع بقوة ويقتنص 3 نقاط مهمين جدا بيرجعوا للمنافسة القوية على الدوري. عندك الزمالك وبيراميدز والنادي الأهلي التلاتة عندهم كام نقطة؟ عندهم 40 نقطة. ولكن نادي الزمالك لسه فاضل له ماتش، لأن الأهلي وبيراميدز كل واحد لعب 19 مباراة، فاضل مباراة غدا إن شاء الله عشان يتساوى نادي الزمالك بالنادي الأهلي وبيراميدز في عدد المباريات. مباراة النادي او نادي الزمالك بكره هي مباراه صعبه. الاتحاد السكندري فريق رخم، وطبعا الاتحاد السكندري قفشه متالق فيه جدا من ساعه ما انتقل اعاره من النادي الاهلي للاتحاد السكندري، وهو مستواه مميز، لافت ملفت، صاحب القضيه. فممكن نشوف بكره قفشه يعمل حاجه، يسجل. مباراة بكرة صعبة على الزمالك، وانا اتوقع تعادل او خسارة للزمالك. ولو ده حصل يبقى خلاص كده. يعني عايز اقول لك ان بنسبة كبيرة جدا النادي الاهلي فرصته هتبقى اقوى ونسبته اعلى انه يحصل على بطولة الدوري العام هذا الموسم. مبروك للنادي الاهلي ال3 نقاط، وان شاء الله في تقدم. والمباريات اللي قادمة ان شاء الله النادي الاهلي يقدم نفس المستوى واحسن كمان باذن الله.